حبايب قلبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة هقول لكم على طريقة سهلة جدا ومفيدة علشان السعال وطرد البلغم. كلنا طبعا عارفين اليومين دول في مننا تعبانين، اللي عنده برد او اللي بيكح، ده شيء طبيعي مع دخول فصل الشتاء وكثرة الفيروسات اللي موجودة في الجو، فبنلاقي نزلات البرد بتزيد وبتعدي. ربنا يعافينا جميعا، وخاصة أطفالنا لو حد فيهم تعبان لا قدر الله بيعدي على طول بيعدوا بعض. أولادنا كمان اليومين دول هيبدأوا امتحانات، ربنا معاهم جميعا، وهينزلوا الصبح بدري، والجو الصبح بدري بيكون برد، فياريت قبل ما ينزلوا يفطروا كويس ونهوي الشباك أو بلكونة علشان جو الشقة يبقى زي بره، يبقى زي بره في الشارع، لأننا طبعا بنبقى مقفلين الشبابيك والبلكونات، فبتبقى الشقة دافية، وكده هما بيخرجوا وبينزلوا على جو تاني خالص، جو بارد في الشارع. فياريت قبل ما ينزلوا يفطروا كويس ونهوي شباك او بلكونة علشان جو الشقة يبقى زي بره في الشارع، لاننا طبعا بنبقى مقفلين شبابيك وبلكونات، فبتبقى الشقة دافية وهم بيخرجوا وينزلوا لجو تاني خالص، جو بارد في الشارع. فكده طبعا غلط، يعني من دفع لهوا ساقع، فالهوا طبعا بيدخل في ودانهم وبيصابوا بالبرد لا قدر الله، فلازم نفتح شباك او بلكونة قبل ما ينزلوا، وياريت كمان نشربهم مية قبل ما ينزلوا، ده برضو بيساعد انهم ما يتعرضوش انهم ياخدوا برد. طيب انا النهارده هقول لكم على طريقه سهله بعيده عن الادويه. طبعا كلنا بنتعرض ان اولادنا ساعات بيتعبونا وما بيردوش ياخدوا الادويه، بيتعبونا معاهم بقى بسبب طعمها او ريحتها، وفي نفس الوقت هي بتساعد وبتضر. وكمان الادويه دي ساعات بتكون حبوب مضادات حيويه، فبتبقى صعبه عليهم انهم يبلعوها. وطبعا ما يغفلش علينا ان الانفلونزا مش رحمه لا كبير ولا صغير، مش سايبه حد في حاله. اهم حاجه حبيبه قلبي لازم نهتم بشرب السوائل الدافيه كتير قوي على قد ما تقدري، بجانب المكون اللي هقولك عليه النهارده. ده مكون طبيعي مليان بالفيتامينات وصحي وملهوش اي اضرار، وانا شخصيا بستخدمه. طريقه امنه للقضاء على السعال والبلغم. يلا مع بعض نشوف. هجيب ليمونة واغسلها كويس جدا واقسمها 4، هقسمها على 4 زي ما انتوا شايفين كده، وبالقشر بتاعها. ايوه لازم بالقشر بتاعها علشان القشر ده مفيد جدا ومليان زيوت مهمة. وبعد ما قطعتها 4/4 كده هنغليها في مية كويس، يعني مثلا معيار مج من المية، بقى نغليها ونرجع تاني. وبعد ما غليتها اصبها في المج بتاعي واضيف لها معلقة عسل اسود. المكون التاني هو عسل اسود، ما ضفتش اي سكر خالص. اقلبهم كويس وابعد تماما عن السكر. السكر ده اصلا يا جماعة من اسباب ضعف المناعة، ما بالك بقى واحنا اصلا تعبانين، يعني مناعتنا ضعيفة، فبنبعد عن السكر وبنستبدله بمعلقة عسل اسود. طبعا مش هقولك على فوائد العسل الاسود، ده كنز طبعا وكلنا عارفين. يعني عسل اسود وليمون مكونين طبيعيين وموجودين عندنا وليهم افادة كبيرة جدا لصحتنا، حتى كمان هتلاقي ريحتهم جميلة ومستحبة وطعمهم كمان حلو. يعني انا اهو شربت منها، طعمها حلو قوي، واولادنا كمان مش هيرفضوها زي الدواء. ولكن للأسف في بعض مننا بيستسهل الأمور ويروح على الصيدلية بسرعة ويشتري دواء للكحة، وهو مش عارف إنه ممكن يكون فيه أضرار أكتر من نفعه. ولكن المشروب ده مفيد جدا وطارد كمان للبلغم اللي بيبقى قافل صدرنا وصدر أولادنا. أنا بنصحكم يا جماعة تجربوه، ولكن قبل ما نشربه لازم نكون واكلين، يعني نشربه بين الوجبات، لان طبعا معدتنا في الوقت ده بتكون حساسة. اتمنى تجربوه لانه حاجة طبيعية وموجودة عندنا كلنا في بيوتنا وغير مكلفة. يعني شوفوا دلوقتي اقل ازازة دواء للسعال بقت بكام، وطبعا كلنا عارفين ان الكحة بتطول جدا عند الواحد لما بتجيله، فبنستخدم حاجات طبيعية افضل واحسن واضمن. وربنا يبعد عننا كل حاجة وحشة، اللهم امين. انا بحاول على قد ما اقدر ان انا انزل لكم بفيديوهات تكون مفيدة وتكون في نفس الوقت موفرة،
وحاجات ومكونات تكون موجودة عندنا في البيت. ويلا بقى ما ننساش اللايك الجميل ونشترك في القناة، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.